والله كنت بقول كلام مرتب وجميل، بس الفيديو طلع من غير صوت بسبب عيب في المايك، فهحاول افتكر كنت بقول ايه. يلا. انا لقيت مكان بيبيع الحاجات النحاس اللي دايما بتسألوني عليها، وهو اونلاين فبيوصل لاي مكان في مصر. تعالوا نشوف انا جبت ايه. هنا كنت بقول لكم ان الاوردر انا فتحته من غيركم علشان ما قدرتش اصبر عليه، بس الخواتم من جوه لسه مقفوله، لان انا اكتشفت ان هو الباكج معمول على كذا طبقه. المحل اسمه تاج الست في فيصل. هنا كنت بوريكم واقول لكم عدوا معايا الاكياس اللي محطوط فيها الاوردر، اول كيس، تاني كيس، والخواتم كل خاتم محطوط في كيس. واللي عارفني هيعرف ان انا جايبه كل الخواتم فرعونيه، عشان انا مش بلبس خواتم نحاس غير فرعوني. واول خاتم كان عين حورس، واكتشفت ان الخاتم بيتضيق ويتوسع فممكن يلبس اي مقاس عادي. لما بلبس خاتم فرعوني بحس بانتمائي قوي البلدي. عجبني اول خاتم الجعران ده. بصوا بقى، الخاتم ده بيتكلم عن طائر، بس انا مش عارفه اسم الطائر الفرعوني، بس حسيت ان انا عايزه البسه في الصباع ده، مش في اللي في النص. يعني انا حاساه ان انا البسه بالطريقه الاولانيه. وعلى فكره هو لايق قوي مع الخاتم عين حورس. تاتا. ده بقى عاجبني قوي. انا مش عارفه هو طائر الوزه ده ولا ايه، مش عارفه، بس هو شكله حلو. ممكن يكون سبب اهتمامي بالخاتم الفرعوني ان انا حاصله على ليسانس اداب تاريخ. وما تنسيش تقولي لي انهي خاتم عجبك فيهم. باي باي. باي باي.